عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن مباراة ديربي الميرسيدايد ما بين ليفربول وإيفرتون. طبعا أول مرة من زمان إن الاتنين يتقابلوا يكونوا في مراكز ورا بعض، ليفربول في المركز العاشر وإيفرتون في المركز ال11. طبعا مع فرق الإمكانيات. مباراة إن شاء الله تقام يوم الاثنين 13/2 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت السعودية على قنوات بين سبورت. ليفربول طبعا في المركز العاشر 29 نقطة، ليه 34 هدف وعليه 28 هدف. جاي من خسارة طبعا على أرض ولفرهامبتون 3-0 بعد ما اكتسحوا وفضحوا. إيفرتون طبعا جاي من فوز ولا أحلى ولا أروع من على أرسنال على أرضه 1-0. إيفرتون في المركز ال11 ليه 28 نقطة خلف ليفربول 25 هدف وعليه 31 هدف. ده ديربي في كل حاجة، اللي يفوز يفرق. إيفرتون لو فاز يعدي ليفربول والله يا جماعة عاوز مدرب وعاوز لعيبة ويعني يعني عاوز كل حاجة، عاوز إدارة صاحية. يعني مش عارف ساكتين ليه على كلوب. يعني كان أحلى وقت اللي هما كانوا يشيلوا كلوب من بعد خسارة وولفرهامبتون لغاية مباراة إيفرتون. كان معاك حوالي يعني ما يقرب من 11-12 أسبوع. كان جاب زيدان 12-11 يوم، جاب زيدان، جاب توماس، جاب أي حد، لعب المدرب العام، ظبط الفريق، رجع النشاط زي ما كان. بس مش بالطريقة دي. ليفربول ما عادش عنده مرتين جايين صعبين قوي مع ريال مدريد. موقف صح، محمد صلاح مش في مستوى نهائي. نيوز مش عارف بيعمل ايه. نيوز حتى جاك بول اللي جايب ولا اي حاجة. والله يعين ويعين جماهير ليفربول على اللي هم فيه. وده كل ما لدينا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.